الو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حماده، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. حماده هلال معايا؟ ايوه الحمد لله. حبيبي يا حماده، ربنا يحفظك، عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. مستر خالد صقر. ايوه كده مستر خالد صقر، ايوه. لا الصراحه مش مصدق والله. ايوه كده مستر خالد صقر، ايوه كده، هاتها بسرعه، هاتها لوحدك. تصدق بالله لا اله الا انا الله. لسه حاليا قافل محاضره حضرتك دلوقتي اهو. انهي محاضره طب؟ محاضره اللي هي الاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث؟ خلصت الخلايا ولا خلصت المحاضرتين؟ اصلا انا نزلت 2. لا والله خلينا المحاضره تاكل معانا لسه ما فتحتهاش، كان عندنا لايف امبارح مستر محمد صلاح. حصل فعلا. ماشي يا عم. لا ربنا يعينك يا عم، بس النهارده بقى ان شاء الله هتشوفها، اصل يعني حاجه كده على الماشي. والله لسه اهوت هخلص لسه مستر محمد صلاح عشان في محاضره 16 منزلها اهو، واروح لحضرتك. خير. حماده انت محافظه البحيره صح؟ البحيره ان شاء الله. بس ايه الاسم ده حماده هلال؟ انا دخلت كده وقلت الله، الفنان رجع معانا ولا ايه؟ حبيبي يا مستر، الله يمسي عليك، والله انا بحب حضرتك جدا. حبيبي يا حماده، والله ربنا يحفظك. انت محافظه البحيره طبعا. البحيره والله، حتى بابا بحب حضرتك، يعني بيجي في اخر المحاضره وبيقعد يسمع نصائح حضرتك. ربنا يحفظه يا اخي. والله انا بحاول في اخر المحاضره ان انا بس يعني ابقى بجد، يعني عارف احنا ممكن نقعد كتير، بس انا ما بحبش اطول قوي في دي، يعني حته النصيحه اللي في الاخر دي بصراحه انا بشوفها مهمه. والله يا مستر انا بحب نصيحتك جدا والله. ربنا يحفظك حماده ويبارك فيك يا حبيبي. بحبك جدا والله يا مستر. ربنا يكرمك حبيبي. مش مصدق والله ان انا بكلم حضرتك. احبك الذي احببتنا فيه كده، ربنا يبارك فيك ويحفظك حبيبي. والله يا مستر بدعي لك كل يوم في صلاة جيم الليل والله. يا اخي والله بص، ما في حاجه احلى من دي، يعني دي بص انت كفايه دي عليا، دي كفايه عليا منك انك لا تنسانا من صالح دعائك. كل يوم في جيم الليل بدعي لك والله. حبيبي يا حماده، والله ربنا يكرمك ويثبتك على الحق ان شاء الله. صديقي انا شايف ما شاء الله اداء طيب على المنصه في الاختبار اللي فات 49 من 50 صح؟ الاختبار اللي قبل اللي فات 49 واللي فات 50. ما شاء الله اداء ثابت شايفه انا. لا الاختبار الاول اللي هو الاول خالص على الباب الاول بس كنت جايب 41. ولكن بس بابا زعل مني شويه وكده. لا ما انت ما شاء الله اتحركت من 41 ل 49 وبعد كده من 49 ل 50. 50 انا حاولت اقنعه بابا معلش والله انا بتعلم من اخطائي وكده. لا على فكره وده صح. هقول لك على حاجه، انا عن نفسي لما انتوا بتجيبوا 40 وحاجه و40 انا واحد من الناس ما بزعلش، والله العظيم ما بزعل، بس اهم حاجه ان يبقى في تطور في الاداء. بستفيد من اخطاء. بس انت ما شاء الله الريتم اللي انت ماشي عليه، انت في الثلاث امتحانات ما شاء الله عليت 41 49 50، ده شيء طيب جدا. تمام والله. انا يعني الامتحان اللي هو الاخير انا كنت ناوي ان ادخله يوم الخميس بجد، بس حصل بقى عندي حاله وفاه ما عرفتش ادخله. لا حبيبي ولا يهمك، لا حبيبي، والبقاء لله. المهم يا صديقي، انا قلت اكلمك اول حاجه بطمن عليك، وقلت يمكن المكالمه دي تكون دافع ليك، لان في بعض الاحيان الناس كده لما بيبقى في بينها تود وتحاب فبتحب تسمع صوت بعضها، يبقى في كده حاجه شخصيه يعني. فاول حاجه قلت اكلمك كده اسمع صوتك وان انا اطمن عليك، دي الاولى. رقم 2 كده ان انا ببارك لك بقى، انت برضو طالع كده معانا الاول مكرر دي بالوقت، لان احنا عندنا عبد الله اشرف هو الاول على المنصه، هو اول واحد قفل، وانت بعد كده جيت بعديه برضو، وما شاء الله مستواك كويس، فانا اولا مبسوط بيك. رقم 2 ان شاء الله عبد الله ليك هديه كده مننا، التيم بتاعنا باذن الله هيتواصل معاك مع عم حماده. ارجو بقى ان الهديه دي تنال قبولك كده، تعجبك اول حاجه ان شاء الله. بعت لك كده تيشيرت عليه اسمي كمان، ولا اكتب عليه اسمك انت؟ والله ده حاجه تشرفني والله، حاجه بس فهيبعتوا لك بوكس كده فيه شويه هدايا، ارجو انها تعجبك، وباذن الله كده ان شاء الله حبيبي مستني منك باذن الله نفس الاداء ده ان شاء الله على عهد. ايوه كده، لان بص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل. هو الحمد لله عندك ما قلش ولا حاجة، هو كويس وزيد، فنسأل ربنا سبحانه وتعالى الثبات على ده إن شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أحسنت. فمنهم إيه بقى؟ من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أهم حاجة دي إن هم ما يبدلوش. صح. بس فنسأل ربنا سبحانه وتعالى كده غير ما بقولي حتى غير ما بأنفسهم. بس كده، وطالما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالنعمة دي ووصلت للمرحلة دي، حاول بقى تحافظ، لأن هو ده الأهم بإذن الله تعالى. إن
شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك كده حماده، وباذن الله تعالى نسمع صوتك مرات عديده وكرات مديده في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. صديقي العزيز والله باذن الله. والله انا زعلان ان انا ما سجلتش المحاضره المكالمه. لا ما تقلقش، ان شاء الله هننزلها وهتفضل معاك على طول ان شاء الله باذن الله. ولما توصلك الهدايا بقى يا عم ابقى صورها كده وقول لنا عجبتك ولا لا، عشان لو ما عجبتكش نغيرها. ان شاء الله تعجبني ان شاء الله باذن الله. حبيبي حماده ربنا يحفظك. يا رب. سلامي بقى ليك وللوالد ولكل اهالي البحيره كده ان شاء الله لحد ما نشوفكم على خير. نوصل ان شاء الله. احنا عايزين نشوف حضرتك بقى باذن الله. والله يا حبيبي والله في الخطه، والله ما تقلقش. ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا حماده ربنا يحفظك. يا رب. يا سلامة الله.